الجزء الأخير في المراجعة. احنا دلوقتي هنراجع على آخر جزئين، ال running time versus order، وازاي نحسبه. تمام، اللي هي البيج او وال asymptotic notations، اللي هي البيج او بتحسب ازاي، البيج اوميجا، البيج ثيتا، والاساينمنتس هنحلها ونعرف ازاي بنبروف ونعمل كل الحاجات دي كلها، الحاجات دي كده. طيب نبتدي بالرننج تايم والاوردر. الرننج تايم هو نمبر اوف ستيبس، تمام. علشان يعني اخلص البروجرام ده، النمبر اوف ستيبس انا مشيت كام خطوه. ممكن يتهيأ لك من كلمه تايم اللي هي مثلا عدد الثواني، او عدد الدقائق وما الى ذلك، ولكن هو في الحقيقه مش تايم حقيقي، هو عدد الستبس اللي عملها البروسيسور. هناخد مثال برضو عليها وهنفهم كل ده قدام دلوقتي. الاوردر هو الدوميننت فاكتور in running time، تمام، without constants. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لو عندي مدخل مثلا، المدخل ده ان مثلا، ممكن مثلا ادخل 20 عنصر، 30 عنصر، رقم متغير فبسميه ان، وعندي عدد خطوات في البرنامج بعمله. فلنقل مثلا ان انا باساين variable، بعمل حاجة اتنين تلاتة، بعمل عمليات، كل دي عمليات ليها number of steps ثابت، فدي بيسموها constant. وفي مثلا for loop، الفور دي بتلوب على المتغير اللي انا مدخله ده، عدد العناصر، فساعتها الفور دي بتمشي ان مرات مثلا، يعني بيكون ليها يعني الستبس بتاعتها ان مرات. الان مرات دي هو رقم متغير انا معرفوش، تمام. وده بيعتمد على ايه؟ اللي انا دخلته، عدد المتغيرات او عدد الانبوتس اللي انا دخلتها. فساعتها ده بيقول لك ايه؟ ده ده الدوميننت فاكتور، لان هو ده الرقم اللي هيأثر، ده الرقم الكبير. فهنا بيقول لك انا بضرب اللو اوردر تيرمز، تمام، والدروب، وبعمل دروب للكونستانس. الكونستانس اللي هي مثلا، تعالى ناخد مثال على الكود، زي انا بأساين مثلا فاريبل اسمه ماكس، بأساينه مثلا طبعا سيبك، يعني هنقول مثلا ان دي قيمه مثلا، فبعمل له اساين بالقيمه دي. مثلا بعمل ريتيرن للماكس. هنا مثلا ببرنت الان مثلا، دي مثلا كونستنت، ليه؟ الاو بتاعها ب1، او دي قد ايه ستيب، كام ستيب هي؟ 1 ستيب، تمام. طيب واللو اوردر تيرمز يعني مثلا هنا بقى دي حاجه تانية. لو انا مثلا بعمل مثلا ايه، عندي فور لوب تانية، بس المره دي الفور لوب دي بترن عدد مرات اقل من الانبوتس اللي انا دخلتها. فلو انا مدخل ان مثلا مرات، اول لوب بتمشي مثلا ان مرات، والتانية بتمشي لوج ان مرات. هناخد الكلام ده بالتفصيل وهنشرحه، انا بشرح نظري بس دلوقتي. اللوج ان اقل من الان بالمناسبه، اللوج بتقلل الرقم، بتنزله، تمام. فساعتها انا هدروب برضو اللور تيرم، ده لور تيرم، تمام. انا همشي ان مين من الاخر الدوميننت، مين اللي فعلا هيكبر عدد خطوات البرنامج، الان ولا اللوج ان؟ اكيد الان، لان هو ده الان الاكبر. فانا باخد اكبر رقم، اكبر فاكتور، واقوم قايل ان البرنامج ده الاوردر بتاعه او اوف ان، او او اوف ام مثلا، عادي ممكن يجيب لي متغير تاني غير الان، مش مشكله، او او اوف لوج ان مثلا، تمام. ليه؟ لان مثلا ده في حاله ان الان دي مش موجوده، يعني انا بدي مثال، تمام. طيب بيقول لك هنا ان انا عندي في الالجوريزم انا بكتفي بان انا يعني عايز الاوردر بس في 2 كونديشنز. يعني انا مش محتاج اكتب الرننج تايم بقى، امشي واحده واحده وافضل احسب واقول ان انا عندي هنا ستيب، هنا ان ستيبس، هنا مش عارف ستيب كمان، فانا عندي هنا الرننج تايم هيبقى ان بلس 2. لا، انا مش هعمل كده، انا هضرب الكونستانت اللي هي 2، تمام، وهقول ان الاو بقى، وهو ده اللي ده اللي يهمنا، الان، او اوف ان، تمام كده. طيب، فزي ما بيقول هو هنا بندروب اللور تيرم اللي هي الحاجات اللي قال، ونضرب الكونستانت، وهنشوف الكلام ده بالفعل دلوقتي.
بيبقى عندي هنا تو كونديشنز علشان اقول خلاص انا هعتمد ان الاوردر ده، بدل ما هقول راننج تايم هعتمد الاوردر ده. انا بشتغل على اللارج انبوت سايز وبشتغل على الورست كيس. ما تجيش تقول لي ايه بس السيرش الجوريثم دي ممكن تاخد او اوف 1 عادي. اقول لك لا، انا عايز الورست كيس. الورست كيس بتاعها ايه؟ او اوف لوج ان مثلا، او او اوف ان باور 2، او اوف اي حاجه. تمام. طيب ازاي بكالكوليت الاوردر بقى؟ والله لو انا عندي ستيتمنت، تمام، لو انا عندي ستيتمنت بس هو مجرد ستيتمنت مثلا، يعني برنامج كل اللي بيعمله بيعمل لي برنت، تمام، مثلا اكس مثلا، وباعتبار ان انا عملت اساين للاكس ده مثلا، اكس ايكوال 2 مثلا. تمام. ده كده او اوف 1. هتقولي بس دول 2 ستيبس. هقول لك وانا بحسب الاو دي انا بعبر عن ال1 باي بعبر عن اي كونستانت نمبر او اي كونستانت ستيبس بال1. ما بقولش مثلا او اوف 3 او اوف 5 او اوف 100 مثلا، لا، بقول او اوف 1. ده كده ستيتمنتس وثابته، حاجات ثابته، يعني هي ده عباره عن 1 ستيب وده عباره عن 1 ستيب. لو البرنامج 1 ستيب هكتب او اوف 1. لو برنامج 100 ستيب بس كلهم ثابتين، مش معتمدين على متغير انا بدخله، برضو او اوف 1. البرنامج هنا ساعتها بقول ان ده او اوف 1. تمام. ليه؟ ستيتمنتس هي حاجات ثابته ما بتتغيرش. هو في البرنامج ستيتمنتس، عنده ستيتمنتس اللي هي انا باساين فاليو لفاريبل، ببرنت الفاريبل، بريتيرن الفاريبل، ايا كان. وعندي الكونديشنز، تمام، اللي هو الاف مثلا، او الكيس اللي هو السويتش اللي هي فيها كيسز. تمام. فلو انا عندي اف، فبيبقى عندي كونديشن بقول اف كذا حصل، اف حصل كذا، هقول لك ايه؟ نفذ البلوك اوف كود ده، وإلس نفذ الكود التاني. هنا بقى انا بقول ايه؟ ان انا باخد الماكس، تمام، باخد الاو اوف ماكس كونديشن. تمام. هنيجي برضو الحته دي وهنشرحها بالتفصيل عملي. طب اللوبس باخد الايه؟ النمبر اوف iterations. طيب تعالى نبتدي بقى على الشرح العملي. لو انا جيت كده وعندي هنا الماكس ايكوال كذا، فانا بقول والله يا باشا دي ايه؟ دي او اوف 1. خلاص، ادي اللوب. ادخل جوه اللوب كده و... وشوف دول. شايف الاف دي؟ تمام. احنا كنا بنقول ان الاف انا بحسب ايه؟ اكبر كونديشن فيها بياخد وقت قد ايه، او يعني الاو بتاعته كام. هلاقي اصلا ان الاف دي اكبر او هو اف، هو كونديشن واحد مبدئيا. فاكبر او اللي هو الكونديشن الوحيد او اوف 1. انا كل اللي بعمله ان انا باساين فاريبل اسمه ماكس بالقيمه دي، بس هو ده كل اللي انا بعمله. فده او اوف 1. ليه؟ ده ستيتمنت. تمام. يبقى الاف دي الاو بتاعها بكام؟ ب1. لان هي انا اتفقت معاك ان الاف انا بقول ان الاو بتاعها باكبر او في الستيتمنت اللي جواه. في ستيتمنت من الستيتمنت. فلو عندي 10 ستيتمنتس واكبر او فيهم او اوف 1، بقول ان الاف دي الاو بتاعها او اوف 1. طب لو انا بقول لو انا عندي مثلا اكبر ستيتمنت من العشرة او اوف ان، يبقى الايه؟ حتى لو الباقي او اوف ان مثلا، او اوف لوج ان، او ماليش دعوه بكل ده. وبعتبر ان الاو بتاعها باكبر قيمه او في البتاع اللي هو اسمه ايه ده، الكونديشنز اللي فيها. تمام. طيب نبتدي ندخل على اللوبس بقى. اللوب اللي جوه اللوب دي معتمده على ايه؟ على الان. لو بصينا هنا ان انا بلوب من اول اي ايكوال 1، يعني من 1 لان. فساعتها هو مين هنا الدوميننت؟ مين هنا اللي جوه الفور ده، اللي جوه الفور لوب ده بيتكرر كام مره؟ بيتكرر ان مرات. تمام. يبقى هي نفسها الاو بتاعها بكام؟ الاوردر بتاعها بكام؟ نمبر اوف iterations اللي هو كام؟ اللي هو ان مرات. يبقى هي ايه؟ او اوف ان. تمام. تعال نبص على الحته دي بس عشان تبقى فاهمها. ان انا بقول هنا اللي هو انا جوه اللوب دي عندي مثلا فور لوب تانية، ودي هنجيلها.
بعدد مرات معين. انا بضرب عدد مرات اللوب دي في اللي جواها. يعني اللي جواها ده مش ممكن يكون اصلا بيتكرر اكتر من مره. ما هو ممكن يبقى اف، والاف اللي جواها دي مثلا الاو بتاعها بان، يبقى ساعتها كده اللوب نفسها بان، واللي جواها مثلا فيها كونديشن بيتكرر ان مرات، يبقى ساعتها انا هقول دي ان في ان، يبقى ان باور 2. بس الحته دي هنجيلها قدام، لان علشان برضو اللخبطه. طب تعالى نبص، انا كده هنا كنت بتكلم على الاف، تعال نبص على السويتش. عندي كيس، تمام، الكيس او كونديشن جواها كيس 1 او كونديشن 1 ده الاو اوف الاو بتاعته باو اوف 1. ليه او اوف 1؟ لان هي يعني زي ما احنا قلنا دي ستيتمنت، ده انا ببرنت حاجه يعني، ده ستيتمنت. طيب تعال نبص على الكيس 2. هنا انا عندي باجيت، بعمل هنا جيت ماكس، وبحط فاريبل اسمه ايه وفاريبل اسمه ان، وبعدين ببرنت الماكس. خد بالك هي جيت ماكس دي ايه؟ جيت ماكس دي فانكشن، تمام، وواضح كده ان هي بتعمل فانكشن هي مش مكتوبه هنا، الامبلمنتيشن بتاعها مش مكتوب هنا، الكود بتاعها مش مكتوب هنا، بس انا كده هستنتج من اسمها هي بتجيت ماكس، يعني بتاخد اكبر رقم من اللي داخل في الاريز دي. يبقى ساعتها هي ايه؟ هي اكيد بتلوب على كل الاري دي، يعني اكيد انا بمشي على الاري واحده واحده لحد ما بوصل لاكبر رقم. يبقى الفانكشن دي نفسها، تمام، الاو بتاعها بكام؟ الاو بتاعها باو اوف 1. يبقى انا هران الكود ده كام مره؟ ان مرات، تمام. وبعد كده هعمل assignment للفاريبل اللي هيطلع، اللي هو هيبقى اقصى قيمه جوه الان، هعمل له assignment جوه ماكس. فلو انا مثلا عندي ان فيها 1 و2 و10 و20 و30، وانا بعمل جيت ماكس، فانا همشي على كل واحد اتشيك هو مين الاكبر، ولحد ما اوصل لل30 الاقي ان ال30 هي اكبر رقم، هعمل لها assignment في الماكس، وبعد كده هعمل لها برنت. كل دي خطوات، بس مين هنا الدوميننت؟ مين هنا المسيطر؟ الان. ليه؟ انا عندي هنا ادي خطوه، وادي الخطوه التانية، يبقى كده انا عندي دي او، انا يبقى دي عندي كده او اوف 1، تمام، بلس ان. فانا ماليش دعوه بالكونستانت، زي ما قلت بعمل ايه، ماليش دعوه بالكونستانت، فباخد الان، فهقول ان دي او اوف ان. طيب الكيس التالتة، انا بعمل هنا السم ايكوال كذا، يبقى انا بعمل assignment، ويبقى باساين السم بخليها بزيرو، واحنا قلنا هنا ان الستيتمنت، تمام، بايه؟ باو اوف 1. فهاجي هنا خلاص دي اوف 1، هاجي عند اللوب، هقول ان اللوب انا مش هبص عليها مباشرة، انا هبص على اللي جواها الاول، تمام، وهشوف اللي جواها او اوف كام. ماشي. هنا هو بيجيت ماكس، انا لسه شارح الجيت ماكس، ولسه بقول دي بتعمل كذا كذا، وبتلوب على كل الارقام عشان يبقى فيها الاري دي، ما علينا، تمام، لسه شارحها. كنت بقول ان هي او اوف كام؟ او اوف ان، تمام، وهنا دي او اوف 1. خلاص انا هسقط، ماليش دعوه بقى بالفاريبلز دي ولا كانها مكتوب، تمام، اسف، بالكونستنتس ولا كانها مكتوبه. فهاجي انا هنا اقول ان الاف دي بترن او اوف ان مرات، تمام، بترن ان مرات. والفور لوب دي، تمام، انا كده قلت لك ايه، انا كنت قلت لك احنا هندخل جوه اللوب الاول وبعد كده نرجع لها، تمام. واللوب دي نفسها بترن ان مرات برضو. يعني خد بالك انا بشغل الاف دي ان مرات، والاف دي نفسها بتمشي ان بتشتغل ان مرات، تمام. فدي برضو او اوف ان. طيب لو انا اتفقت معاك فوق هنا ان انا قلت لك انا لو عندي فور لوب وجواها حاجة معينة بتتعمل، فانا بضرب عدد الخطوات اللي بتمشي اللي بتحصل في الفور لوب في العدد الخطوات اللي بتحصل جوه الفور لوب. الفور لوب نفسها بتتكرر ان مرات، والاف اللي جواها بتتكرر ان مرات، هضربهم في بعض هيطلع لي ان باور 2. طيب حلو قوي. تعالى كده نبص على السويتش بقى، احنا كل ده جوه السويتش دي. تعال نبص كده السويتش دي، الكيس
واحد ب O of 1 مش اكبر واحده ولا كانها موجوده. الكيس 2 الاو بتاعها ب O of n ولا كانها موجوده، هي مش اكبر واحده. الكيس 3 هي بكام؟ ب O of n باور 2 اكبر واحده. يبقى ايه؟ يبقى السويتش دي نفسها لما اجي اقول الاو بتاعها بكام، هقول الاو بتاعها ب O of n باور 2. ليه؟ انا باخد اكبر ايه؟ اكبر كونديشن فيها او اكبر كيس فيها. الكلام ده بينطبق سواء على if statement او switch. تمام، نفس اللي عملته بالظبط. بدل الكيسز هتبقى if else 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 وهكذا، يعني if else if else if else وفي الاخر else وهكذا. تمام. تعالوا نبص على دي برضو. هنا برضو خلاص احنا حفظنا بقى ده، انا بأساين الفاليو خلاص، ده اوف 1. بعمل فور لوب. اللوب دي بتتكرر بتتكرر 1000 مرة. ف هنا دي لو بصينا عليها بعمل الصم بزود عليه الرقم. فدي برضو ما يجركش ان هنا في رقم ال ده اصلا هو رقم ثابت هنا. تمام. هدوس هنا واقول ان هي O of 1. انا بأساين فاليو عادي جدا، يبقى هي ايه؟ يبقى هي O of 1. ولو بصيت هنا اصلا برضو دي O of 1. هتقول لي ايه يا عم؟ دي في هنا 1000. هقول لك انا اتفقت معاك ان الاوف، يعني الالف دي هو رقم ثابت كونستانت، يبقى ولا كأني شايفه. خلاص. هتقول لي من الاخر كده البروجرام ده الاو بتاعه بكام؟ هقول لك او اوف 1. تمام. تمام. طيب ندخل بقى على وايل لوب مثلا. الوايل لوب هنا عندي قبل ما ادخلها عندي الكي او اوف 1 اساينمنت عادي جدا، باساين فاليو هنا، باساين فاليو. طيب دخلت اللوب. بص انا مش هحسب اللوب الاول بكام، انا هدخل جواها وبعدين احسب اللي جواها وبعدين اشوف هي بكام واضربهم في بعض. ماشي. الاف بيتشيك هنا على ايه؟ بيتشيك هنا على الايتم ايكوال الكي الكي او ايكوال الفاليو اللي جوه الاري دي، يعني ولا لا. ولو فاوند يعني لو هي فاوند ايكوال، لو هي فاوند تمام اعمل الفاوند ايكوال ترو. حلو قوي. انا هنا كررت العمليه دي كم مره؟ انا كررتها مره واحده. هتقولي استنى ده في فور لوب، في وايل لوب قصدي، وبتخلي الاف دي تتكرر 100 مره. اقول لك يا عم ماليش دعوه، انا بقول لك الاف دي بتتكرر في الوايل لوب الواحده كم مره؟ هتقولي مره واحده بس. اقول لك ممتاز. انا بقى عشان كده انا قلت لك ايه، انا هرجع للوايل لوب واشوفها بتتكرر كم مره، بس انا يهمني دلوقتي في اللوب الواحده. انا لما بران الوايل لوب دي مره واحده، الاف اللي جواها دي بتران كم مره؟ بتران مره. ودي ده الكاونتر اللي بيزود الكي، والا الكي اللي معتمد عليها اللوب اصلا لو ما تزودتش هدخل في ايه؟ في اندلس لوب، يعني ما بتخلصش خالص، في يعني ايه انفينيتي لوب. فانا هنا بزود الكي كل مره بكي ايكوال بلس ايكوال 1 او كي ايكوال كي بلس 1، يعني هي تمام. فبقول هنا ان هي برضو ده يعتبر assign لفاليو في متغير في اوف 1. طيب اتفقت معاك ان انا دلوقتي عندي اوف 1 وبصيت على الوايل لوب لقيت ان هي معتمدة على الان لانها هتتكرر ان مرات. تمام. هتتكرر ان مرات. حتى هتقولي طب ما في هنا كونديشن تاني ان هي اند نوت فاوند. اقول لك اه، طب ما افرض مثلا ان هي ما عملتش نوت فاوند خالص، ما عملتش فاوند خالص، هتفضل ايه؟ هيفضل ده بترو، هيفضل ده بترو، فهتفضل تتكرر. فانا هنا بحسب على الايه؟ على الورست كيس. تمام. فالان دي الان دي الوايل لوب دي بتتكرر الان مرات اهي، الان اللي هنا دي. حلو قوي. يبقى انا كده بقول ان الوايل بتتكرر ان مرات، واللي جواها بيتكرر او اوف 1 يعني عدد كونستانت. فانا ماليش دعوه بالكونستانت ده يا باشا ولا كاني شايفه، وهقول له ان الوايل لوب الاو بتاعها او اوف ان. ماشي. حلو قوي. والبروجرام نفسه برضو او اوف ان. ما انا قلت لك البروجرام يعني بعيدا بقى عن الوايل لوب دي، هي الوايل لوب دي جزء من البروجرام صح اهو.
ما انا عندي الريتيرن دي برضو او اوف 1 على فكرة. حلو كده، او اوف 1 اهي. بس انا ماليش دعوه بقى بالكونستانت دي، هسقطها ولا كانها موجوده. ولو جه سالني على البروجرام كله بكام هقول له او اوف ان، اللي هي ايه؟ الاو بتاعت الايه، بتاعت الوايل لوب، لان الوايل لوب هنا هي الدوميننت، هي اكتر واحده هتشتغل في البرنامج. طيب تعال نخش على هنا برضو دي الوايل. تمام، هتتكرر ان مرات. بيقول لك كل طول ما الان اكبر من الوان. اه لا، دي مش هتتكرر ان مرات بقى. هنا بدأنا في اللوج بقى. طول ما الان اكبر من الوان، ايه اللي هيحصل؟ هيفضل اللوب شغالة. وبصيت جوه لقيت ان هو هنا بيقسم الان على 10. انا لو تفتكر كل مرة كنت بزود الان مرة، ان خطوة ستيب 1 ستيب، لكن هنا هو بيوفر 10 ستيبس في كل iteration، بيوفر 10 ستيبس. هنا هندخل اللوج ونقول ان كل ان يعني الان دي كل مرة بتنقص 10 ستيبس. يبقى في الحالة دي لو انا اللي عندي الان مثلا ب1000، يبقى انا مش هكرر ال الوايل لوب هنا ب1000 مرة. مش هكررها بان مرات، لا ده انا هكررها ب100 مرة بس. ليه؟ لان كل مرة بقسم على 10 صح؟ يبقى كل مرة ايه؟ هقسم على 10، هقسم على 10، هقسم على 10 لحد ما اوصل ان الان تبقى ايه؟ يبقى هنا هقول هي لوج والبيس بتاعته 10 اوف ايه بقى؟ اوف ان. يبقى لوج ان والبيز ب 10. هتقولي طب الرقم ده لو اتغير وبقى 2 مثلا، عادي هغير البيز هنا واخليها 2. يبقى نركز اللي جوه الوايل لوب هنا، هو انا بقسم او بمشي خطوة واحدة كل مرة؟ يبقى ساعتها هقول ايه؟ ان عادي انا بمشي ان مرات، ولا بختصر خطوات واقسم او اضرب على حسب لو هنا لو الساين دي اتعكست عادي جدا، بقت مثلا هنا 1000 ولا حاجة، هيبقى هضرب هنا هضرب عادي. تمام، يعني ما تحفظش، ما تبصمكش، افهم. حلو. فهدخل اللوج هنا واقول ان هي البيز بتاعها بالرقم اللي انا هنا ايه حاطه هنا، عشان انا يعني انا يعتبر الرقم ده بيوفر خطوات. طيب تعالى نفهمها كده على الفور لوب. لو تفتكر في الفور لوب انا هنا كنت بقول اي بلس بلس، يعني كل مرة انا ببلس خطوة واحدة بس على الان، يبقى انا همشي ان مرات. لكن هنا بقى انا قلت ايه؟ انا ضربت في 2. ده انا ضربت في 2، يعني كل مرة انا بوفر خطوات اكتر بكتير من ان انا امشي خطوة خطوة. حلو. يبقى هنا بقول لك ايه؟ لوج ان والبيس ب2. طب الرقم اللي هنا اتغير بقى ب3، البيس ب3. طب هنا الساين اختلفت، بقت ايه؟ بقت اسمه هادي، ماليش دعوة، هي بلوج برضو، وبقت ايه؟ وهتبقى الرقم اللي هنا. تمام. طيب هي بتتغير ضرب واسمها بناء عن ايه؟ بناء على الرقم اللي انا عايز اوصل له. والله لو الرقم اللي انا عايز اوصل له انا عايز ابتدي من الان اللي هي الرقم الكبير وانتهي عند الرقم الصغير اللي هو ب1، فانا هقعد اقسم الان اقسم الان اقسم الان لحد ما اوصل للرقم الصغير. طب لو انا هبتدي من الرقم الصغير اصلا اللي هو 1 وهوصل للان، فانا هفضل اضرب في الرقم الصغير ده، اضرب فيه يكبر، اضرب فيه يكبر، اضرب فيه يكبر لحد ما يوصل للان. هو ده الفرق يعني، الموضوع مش مستاهل يعني، بس انت تبقى مركز في حاجه زي كده. لو شفت بقى علامه يعني الملتبلاي او الديفايد وفي رقم جنبها، يبقى ده لوج يا باشا على طول. واللوج حط ايه؟ حط تحتيه، حط البيز بتاعه بالرقم اللي مكتوب هنا اهو. وما تشغلش بالك بقى، اصل في الماثماتكس اللوج البيز باي ديفولت بيبقى ب10، وفي الالجوريزم باي ديفولت بيبقى ب2. ماليش دعوه بالكلام ده، انت حط اللوج، حط البيز على طول، ما تفكرش. شوف البيز المفروض يبقى بكام وحطه، عشان انت ما تتلخبطش وعشان تتحسب لك المساله صح، وريح دماغك. تمام. تمام، هو ده الصح عامه يعني، عشان ما يبقاش فيه مشاكل. طيب تعالى نحسب يعني برضو فور براكتس يعني. تعالى نحسب ال انا هنا بعمل assign ل 3 variables،
وبقول ان كلهم ايكوال 0، وبدخل هنا في لوب. اوكي، دي نستد لوب بقى. ده انا هنا بدخل على ايه؟ على الشغل الكبير. النستد لوب دي احنا اتفقنا ان انا كل لوب بشوف جواها ايه، بدخل جواها اشوف هي اوف كام، واضربها فين؟ في اللوب نفسها، في عدد تكرار اللوب. فهدخل في اللوب الاولانيه، تمام، عشان اشوف هي اللي جواها بيتكرر كام مره الاول، عشان اضربها في عدد تكرارات اللوب. فهكتشف ان هي جواها لوب، هقوم داخل جواها عادي جدا، وابص ان شاء الله تبقى 100 لوب، هفضل ادخل جواها لحد ما هطلع واحده واحده. هطلع واحده واحده عادي جدا. هبص هنا، هلاقي ان هو بيعمل هنا حاجه عاديه جدا. هو هنا هنا دي اوف 1 عادي. يعني هنا بأساين ان الكي ايكوال كي بلس ان، مش عارف، ماشي حلو، على عيني وعلى راسي يعني، شكرا. تمام. فهنا الاو اوف ان، اطلع لللوب اللي ايه، اللي فوقيها على طول. ما تطلعش اللوب الكبير على طول مره واحده، احنا لسه واحده واحده اهو. فطلعت لللوب دي. اللوب دي كام يعني بتتكرر كام مره؟ هتقولي بص، هي هنا انا ببدأ من الجي اللي هو الصغير، اللي هو الان، اللي هو ب2، تمام، برقم ثابت صغير كده، وبوصل ان انا عايز اوصل للان، وبضرب الجي دي في نفسها كل مرة مرتين. يبقى هنا عدد تكرار اللوب دي لوج، تمام، والبيز بتاعه 2 للان دي. حلو حلو. هضربها في مين؟ هضربها في الاو اوف 1 اللي انا لسه جايبها، اللي هي اللي انا قلت لك انا كنت جوه اهو هنا. طب الاو اوف 1 دي كده كده اصلا ماليش دعوه بيها، ولا كانها موجوده، دي او اوف 1 يعني كونستانت، فانا قلت لك انا بسقط الكونستانت. حلو قوي. تعالى هنا بقى، انا لسه كده جوه اللوب الكبيره بقى، انا كنت هنا. اطلع لي لللوب دي، شوف لي يا باشا اللوب دي تتكرر كام مره. هتقول لي بص ده بيتقسم على الاتنين، هقول لك اوعى 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 تتخدع، اوعى تتخدع. ده بيقسم على الاتنين، بيقسم الاي، ماليش دعوه. انا هنا ببص على الكونديشن، انا بوصل كل مره بعمل ايه، انا بكبر كام مره، انت فاهم يعني، انا بكبر كام، يعني انا بزيد او بنقص قد ايه، انا بزيد او بنقص خطوه واحده بس في كل iteration. فساعتها ماليش دعوه، بص ان شاء الله يتشقلب لي هنا، انا بزيد مره او مره واحده، يبقى انا همشي ان مرات عادي، ولا بص ولا عادي، بمشي ان مرات. ليه؟ هنا بزيد كل مرة، فبمشي من 1 لحد ال n اهو، 1 2 3 4 n اهو، n مرات. تمام. فالاو اوف الكبيرة دي قد ايه؟ هتبقى او اوف n. احنا اتفقنا بقى ايه؟ بنضرب في بعض. فانا بضرب من اول حاجة هنا صغيرة خلاص، او اوف 1. قلت اصلا هي ما باشا ولا كأنها موجودة خلاص دي، فتمام ولا كأنها موجودة. اللي فوق على طول لوج اوف ان. وعلشان في الالجوريثم هنا هم مش كاتبينها 2، علشان هي باي ديفولت بتبقى 2 في الالجوريثم، بس انا ايه خلاص اتفقت معاك هكتبها بقى عشان ما اتلخبطش انا، وابقى ضامن الدرجة ماشي. فهاجي هنا اضرب اللوج اوف ان بتاعة اللوب دي في اللوب اللي فوقيها، فهتبقى في الاخر او اوف ان لوج ان، واحط البيس ب 2. هتقول لي بس انت قلت فوق ان انا بكنسل. بكنسل، ودي مهمه قوي عشان دي بتلخبط الناس. بكنسل الصغير، مش كان المفروض هنا كنسل اللوج اوف ان لان هي الصغيره والاو اوف ان هي الكبيره؟ اقول لك صح، انت المعلومه صح بس مكانها غلط. ليه بقى؟ لان دي إيه يعني بيسموها ايه، لوب جوه لوب، نستد لوب. لكن افرض اللوب دي كانت بره دي، يعني انا عندي فور لوب هنا، وفور لوب بتلوب على حاجه بتلوب على اسمه ايه ده، بتلوب على ان برضو، بس مفصولين عن بعض، دي بتلوب ودي بتلوب مع يعني بعد بعض مش جوه بعض. تمام. ودي طلعت او اوف ان، ودي طلعت او اوف لوج ان. مين الدوميننت هنا؟ الاو اوف ان، يبقى خلاص انا هاخد الاو اوف ان. لكن انا لو جوه لوب بضرب الحاجات اللي جوه بعض، بضربهم في بعض.
يعني دي نستد لوب هفضل ان شاء الله تبقى 15 نستد لوب، هضرب ال 15 في بعض. تمام. لكن لو هما منفصلين انا باخد اكبر واحد فيهم. تمام. يا رب المعلومه دي تبقى وضحت، علشان دي بص هتسوحك في الامتحان لو انت مش فاهمها او لو انت اتلخبطت. طيب تعالى نبص على بالمناسبه هو ده بالظبط اللي انا شرحته اهو، اللي انا لسه شرحه اهو. دي مفصوله عن دي اهو، دي مش نستد لوب. تمام. دي او اوف كام، او اوف ان. دي ودي لو حسبتها هلاقي او اوف ان، وجوه هنا او اوف ان تانية. ودي بص يعني دي لوب منفصلة ودي لوب منفصلة عن دي، بس جواها لوب تاني، فدي نستد لوب ودي لوب تانية. فعندي هنا او اوف ان و او اوف ان مع بعض في نستد جوه بعض، فهضربهم في بعض عشان هما دول بس جوه بعض. دي براهم، اللي فوق براهم، اللي تحت دول جوه بعض اهو. يعني اظن واضحة من الرسم. فهضربهم في بعض فهتبقى او اوف ان باور 2. هتقول لي هنا بقى اضرب لي اللي فوق مع اللي تحت. لا يا باشا، ما انا قلت لك بقى، لسه قايل لك دول منفصلين بقى يعني. فوق معايا كده عشان ايه؟ عشان خلاص مفيش وقت. انا دلوقتي عندي اللي فوق دي يعني منفصل عنها او اوف ان، وهنا او اوف ان باور 2. انا هختار الدوميننت عشان هي ايه، او اوف ان. دول جوه بعض ضربتهم في بعض، دول منفصلين عن بعض اخترت الكبيرة فيهم. تمام. تعال نرجع للوايل لوب بقى. بقى الساين عادي ولا كأني شايفها. هبص على اللوب هلاقيه بيعمل iterations كل ما طول ما الاي مثلا ايه اكبر من الزيرو. وهلاقيه هنا بيقسم على 2، مش بيزود. هنا بيقسم او بيضرب، فساعتها هو وفر. ففي هنا لوج وش. الرقم ده كام؟ الرقم ده 2، هحط البيس ب2. الرقم ده ب100، هحط البيس ب100. بصمج الحتة دي. تمام. تمام. طيب ندخل بقى على البيج او اناليسيس. احفظ يا باشا الكلام ده، بصمجه. الكونستانت بكونستانت. تمام. اسمه كده السي. الفانكشن لما اقول عليها سي يبقى هي كونستانت. اللوج ان ده لوجاريثم، لوجاريثميك. تمام. لوج باور 2 بان، ولوج باور 2 ان. خد بالك من الحته دي، ان هنا انا يعني دي حاجه اسمها لوج سكويرد. اللوج نفسها هي السكويرد. فيعني ركز بقى، خلي معاك كالكوليتور عشان لو انت بس ده احنا مش هنضرب، ما عندناش ارقام خلاص، يبقى مش محتاج الكالكوليتور. الان هتبقى لينير. فين الان هنا؟ فين الان بس عشان ابقى اشوفها اهو. او اوف ان. بص لينير ازاي دي يا باشا. بص كل ما عدد الانبوت زاد اللي هو الان، كل ما هي زادت. بص الدنيا حلوه. تمام. لكن لو بصيت هنا مثلا هلاقي ان انا بعمل لل لللوج نفسه باور. تمام. فده يعني ده ايه؟ ده اقل من اللوج اوف ان. انت متخيل؟ ولا اللوج اوف ان معلش انا اسف، ده اكبر من اللوج اوف ان. يعني ادي اللوج اوف ان اصغر من الان. يعني عموما الجدول ده احفظه، عشان انا دلوقتي هقعد اتلخبط واقول لك وانا اصلا الواحد عايز ينام خلاص. يعني خلاص احنا ورانا بكره امتحان فلازم نلحق نخلص. فاحفظ بس، حاول تحفظ الكلام ده. تمام. طيب ندخل بقى على ايه؟ الوحش بقى. يعني ده اصعب حتة في المنهج. اظن اللي فات كان سهل يعني ويتحفظ. هنا بقى واحدة واحدة، والموضوع مش مستحيل ومحتاج يتلم بس. يعني انا هلمه معاك دلوقتي اصلا. تمام. البيج او هنا تمام هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الابر باوند. بمعنى اصح هي انا عمري ما هتخطى تمام الحاجز ده في وقت التنفيذ. يعني في الوقت اللي هي النمبر اوف ستيبس مثلا او الاو بتاعتي يعني.
الاف ان هي الفانكشن الحقيقيه، يعني الفانكشن اللي ايه الف... الفانكشن بتاعتي هي دي. انت يعني لو نلاحظ هنا، هو احنا بعد فتره، يعني اول ما بتبتدي بتبتدي الفانكشن تتعلم، يعني تتعلم ايه، تفهم هي، او مش بمعنى اصح ان هي مش بتتعلم، يعني هي ما بتتغيرش. الكلام ده في الاي اي. بس لو اتكلمنا هنا عندي ان انا بعد ان نود، يعني بعد هي الفانكشن ثابته، فبعد قبل رقم معين او قبل حاجه معينه هي مش مستقره قوي، بس بعد كده الشرط بيفضل متحقق دايما، ان ده السي جي اوف ان ده، او الكونستانت جي اوف ان، هو ده عمره ما هيبقى اقل من الاف ان. والاف ان اللي هي الفانكشن الحقيقيه، اللي هي الفانكشن، يعني ايه الفانكشن الحقيقيه؟ بس عشان انا عايز الحاجات تبقى واضحه. الفن... الفانكشن اللي بتتنفذ على ارض الواقع، البرنامج وهو بيرن، تمام، بياخد وقت قد ايه، تمام، دي عمرها ما هتتخطى الفانكشن دي، تمام. دي البيج او. عندي بيج اوميجا، لو نزلنا تحت كده هنلاقي العكس. البيج اوميجا هي اللور باوند، يعني هتلاقي السي جي اوف ان بتاعتي تحت، وهتلاقيها برضو هي في جزء معين هي مش مظبوطه قوي، لكن بتيجي بعد هنا، تمام، بعد ان نوت دي بتيجي خلاص. هو من هنا انا قادر اقول ان من هنا الشرط ده بيتحقق 100%. ان هي انا متاكد 100% ان البرنامج بتاعي ده هياخد مش اقل من البيج اوميجا اهي، اللي هي ايه، اللي هي الفانكشن دي، مش هياخد اقل منها. يعني مستحيل آه تلاقيه مثلا نزل تحتيها كده، لا، هو لازم يكون دايما اعلى من هنا. طيب لو البيك ثيتا هو المفروض انه الزمن الفعلي بقى، يعني الزمن الحقيقي، ف دايما بيكون ما بين البيج او والبيج اوميجا، البيج او فوق والبيج اوميجا تحت. والبيج ثيتا هي اكزاكتلي كيس، اللي هي المفروض تكون الاف ان بقى نفسها. الاف ان دي بتاخد وقت قد ايه، فالمفروض هي تبقى في النص. وبرضو نفس الكلام بيتحقق. انا بقول ان من عند رقم معين، من عند رقم معين انا ببتدي اقول ان خلاص هو ده الايه، من اول هنا انا الفانكشن بتاعتي شغاله 100% صح. لكل حاجه بقى، لكل بيج او والبيج اوميجا والبيج ثيتا، هي لكل حاجه فيهم هي ليها قانون. فالاف ان عندي اللي هي الفانكشن الواقعيه اللي هي بتحصل على ارض الواقع، يعني علشان الموضوع يبقى اوضح، احنا هنحل عليها مسائل. يعني المفروض ان هي تكون اصغر من او تساوي السي او الكونستانت بتاع الجي ان. اوكي. طب ده ليه؟ لانها upper bound، فطبيعي ان هي تبقى اصغر من الابر باوند ده. هي طبيعي ان هي تبقى اصغر من اقصى، او تساوي، اصغر او تساوي اقصى عدد مرات هت ايه هت هتوصل لها. يعني مثلا انا كنت بقول ايه، مثلا البيج او بتاعتي مثلا بان، فانا مستحيل البرنامج بتاعي يشتغل اكتر من ان مرات. دي البيج او بان، يعني ازاي؟ تمام، هي دي، تمام. طيب البيج اوميجا بقى العكس، مستحيل يبقى اقل من كذا، تمام. فبالتالي بقول الاف ان اكبر من او تساوي السي او الكونستانت بتاع الجي ان. البيج ثيتا بقى بقول ان هي ما بينهم هما الاتنين، تساوي او، علشان بس انت ما تلخبطش في الحاجات دي، يعني علمها. انت عارف البيج اوميجا اقل لور باوند، فالطبيعي ان هي تبقى اكبر من اللور باوند، اكبر من الحد الادنى. يعني حاول تفتكر مثلا ان دي الحد الادنى ودي الحد الاقصى. البيج او هي الحد الاقصى، فانا اكيد هبقى تحت الحد الاقصى، واللور هيبقى اكيد انا فوق الحد الاقصى او بساويهم، يعني كده او كده. طيب
البيج ثيتا، تمام. فانا لازم افتكر ان انا هكون ما بين الاتنين، فهيبقى القانون بتاعي اهو، هو ده. مش محتاج احفظه، هفهمه بس هستنتجه ساعتها ان انا بكل بساطة اكيد انا ما بين ال سي، او طبعا عشان هنا في بقى اتنين، فهسمي واحد سي 1 وسي 2، وهقول انا اكيد ما بينهم، اكيد انا اكبر من ده، تمام. بس انا اصغر من ده، اكبر من الاوميجا واصغر من الثيتا، من الاو اسف، اكبر من الاو واصغر من الاوميجا، تمام. تمام. عندي هنا ده مثال ال n باور 2 is، تمام. n هنا هو هنا بيقول لي ايه؟ هو هنا بيقول لي بروف، يعني حاول تطلع لي تثبت لي ده. فهنا اقول ايه؟ ال n ده، ال n باور 2 ده هو جزء من ده، فهرص له القانون الاول. بسم الله الرحمن الرحيم، هرص له القانون، وهاجي اعمل divided by هاجي بقى اقول له هنا ايه، هعوض في القانون الاول، هكتب له اقول له ال n باور 2، تمام، اصغر من او تساوي السي اوف ان باور 2. السي اوف ان باور، ما هو يعني انا باخد الحاجات اللي جوه دي، فادي ال n باور 2 اهي، اللي هي الفانكشن دي، والسي بتاعت الفانكشن دي الكونستانت بتاع الفانكشن دي، الفانكشن دي n باور 2، فانا اكيد في كونستانت هنا. فالقانون بيقول كده اهو، ادي السي اهي، ما جبتهاش من عندي، تمام. تمام. فهقول له n باور 2 اكيد اصغر او اكبر من السي من n باور 2. هعمل ديفايد يعني هاخد الترم ده او البتاع ده واعمل له ديفايد باي n باور 2. هشيل ده هيطلع ب1، هشيل هنا دي هتروح هتطلع ب1 مكانها ما بتتكتبش، يبقى سي، يبقى ال1 اصغر او تساوي اصغر من او تساوي السي، تمام. هقول له بقى هي الفكرة كلها ايه، اخلي السي دي تمام برقم. ف انا عمال بطير في حاجات هنا، انا طيرت ال n دي وال n دي وكده علشان اقول ان ان ال1 اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، اصغر من او تساوي السي، عشان اقول له ليت سي ب2 الرقم الاكبر على طول، تمام. الرقم الايه الاكبر مباشرة من من الرقم اللي طلع لي هنا. هقول له حاضر ماشي، ليت سي ب2. فهاجي بقى اخد السي دي واقوم معوضها في القانون ده اهو، اللي هي مش هي طلعت لي كده ان باور 2 كده اهو، سي ان باور 2. هخلي السي دي بقى ب2، وهاخد ده يعني خلاص بقى هقوم معوض بالقانون كده اهو، هقوم معوض في القانون كده اهو واخليها ان كده اهو، تمام، زي ما هي مكتوبة هنا اهو. واحنا الحتة دي لو مش واضحة هنعيدها في الجزئية دي تاني، هي نفس المسألة، تمام. وهقول بص، انا عايز اطير دي مع دي، او بمعنى اصح اجيبها هنا يعني. بص كده، انا عايز اجيب دي اجيبها هنا اهو. اوكي ماشي تمام. فانا جبتها هنا، فبقت 2n باور 2 ماينس n باور 2، يبقى في n باور 2 راحت مع n باور 2، اتبقى 1 يعني. فاهم يعني؟ يا رب الحته دي تبقى واضحه. هي بص عشان مش بارقام واضحه، فهنا هتبان اكتر. فانا هنا تمام، عملت العمليه دي وقمت مخلي، يعني يمكن لو حد شاطر في الماس شويه هيبقى فاهمها، تمام. هتوصل لهنا، هنوصل ايه، هنوصل لهنا. فهنا ده معناه ان ال n equal 1، تمام. ال n equal 1 هنوضح كل ده، هيبقى اوضح بكتير في المسألة دي، تمام. فانا هنا انا كان هدفي ان انا اطلع c constant يعني و n بكام، فانا خلاص الحمد لله طلعتهم. جبت ان c equal 2 وان ال n equal 1 اهي. طب ما تيجي نحلها كده في مسألة واضحة شوية اهو. مديني المسألة وبيديني ايه O of n، هقول له بس احذف لي القانون بتاع ال O of n، رصهولي هنا، وتعالى طبق لي عليه، اعوض فيه. وبعد كده
ديفايد على ان ايه، ان باور 2. هتقول لي طب افرض هو كاتب لي هنا ان بس، هقول لك يا باشا اعملها على ان بس. اللي كاتب لي ام هعملها على ان. يعني انت ما تحفظش، ما تبصمكش، احنا انت ممكن تتسوح هنا، ما تحفظش ان هي بقسم على ان باور 2 وهوب تيجي هنا يبقى هو مغير الفاريبل، ما تلاقيش الان اصلا. لا، انت بتقسم على الفاريبل ده. تمام. تمام. فهقسم عليه، هطير هنا كل ده. تمام. وهلاقي نفسي وصلت للمرحلة دي ازاي. طيرت ده، وهنا الان طبعا عشان هي باور، دي باور 2، فهنا عملت كده علشان يعني انا كاني ايه، انا كاني قسمت على الان مرتين. فهو هنا قام قسم على الان مره، طير الان وقسمها على الان تاني، قام حاططها فوق ايه، فوق الان كده. وطبعا دي طياره. تمام. حلو قوي. انا الخطوات دي بعملها ليه؟ عشان اطلع الكونستنت. تمام. فاشيل، بص دي كده مش عاجباني، شيلها. يلا. تمام. انا هشيلها واخلي الرقم الكونستنت اللي هو زي ما هو كده، علشان ايه يطلع يعني كده معايا الشكل كده لذيذ كده. فاجي اقول ايه، ان الالف اصغر من او تساوي السي. يبقى السي ممكن تبقى 1000 او اكتر، فانا هاخد الرقم الاكبر منها مباشرة واقوم معوضها في القانون. انا بعمل الحركة دي ليه؟ مش هكمل حل بهذا الشكل طبعا، انا بعمل الحركة دي بس عشان اطلع سي. اقول له ان ليت سي بكذا، خلي السي بكذا. يا باشا زي الفل. خليت السي بكذا. هات لي بقى، فاكر انا عوضت ازاي في القانون ده؟ فاكر لما رميت القانون وقمت معوض فيه، مطلع الشكل، معوض مطلع الشكل ده اهو. هو ده هقوم معوض السي دي، هقوم معوضها بالرقم اللي مطلعته هنا. وهتطلع لي ازاي؟ هتطلع لي بالشكل ده. هنيجي نحلها. تمام. تعال نحلها. هاجي هنا اطير ال الالف دي. لا معلش انا اسف. هطير الالف دي مع الالف دي، هيتبقى 1. ما هو معذرة على اللخبطة، معذرة على اللخبطة، بس الوقت اتأخر والواحد خلاص تعبان. انا دي ان ودي ان باور 2، مش منطقي ان انا ايه اكنسلهم مع بعض، صح؟ هكنسل دي. هنا عندي 1000 ان باور 2، عندي هنا 1001 ان باور 2. لو كنسلت 1000 من هنا مع 1000 من هنا، هيتبقى لي هنا صفر، وهيتبقى لي هنا ان باور 2. هاجي احط هنا الان باور 2، واجي احط هنا اللي متبقي صفر بلس 1000 ان. تمام. وبعد كده هطير الان دي مع ان من هنا. مش دول اتنين ان في بعض، صح؟ مش دول اصلا ان اتنين ان في بعض؟ طير لي واحده فيهم مع واحده دي. طير لي اللي هنا دي مع واحده فيهم. ده الرقم الجميل اللي هيتبقى. طلعت الان، بس الان ايكوال 1000، والايه والسي ايكوال كام؟ 1001. احنا نحاول بس نعمل ايه، نحاول ان احنا نجيب المساله دي ونفهمها، نحلها ونعيدها مره واتنين وتلاته، ونعيدها من غير الخطوات. اظن الموضوع هيبقى سهل ان شاء الله يعني. طيب. فاكر اللي انا عملته في ال اسمه ايه ده، في الاو؟ هعمله في الاوميجا بالظبط، بس كل ما في الامر ان انا هعكس الساين. علشان ايه؟ عشان القانون متغير، يعني القانون ده غير القانون ده، هو الفرق فيه الساين بس. فهاجي اقوم حادف القانون، وهعوض الارقام اللي هو ادهاني، هعوضها في القانون. هتطلع لي بالشكل ده. هقول له انا هعمل ديفايد هنا كده علشان انا عايز اطلع السي برقم. اقول له ماشي. طيب. هاجي هنا اعمل هنا ديفايد ال n باور 2. n منها، مش احنا اتفقنا ال n باور 2 n في n فيهم هتطير ال n دي، طاروا مع بعض، وان فيهم هتتقسم على المية اللي متبقية، والان هنا والفايف هنا هتبقى n باور 2. تمام. طيب. هيطلع لي الشكل المنظر ده اهو. انا اصلا متفق معاك من فوق هنا اهو، ان انا اول ما هشوف منظر زي ده هقوم شايله على طول، ولا كأنه موجود. فهقوم عامل ايه؟ هقوم شايل دي. تمام. وشايل دي، هيتبقى زيرو. هقول له يا باشا ما ينفعش. هتقول لي ما ينفعش ليه؟ هقول له انت اصلا الكونستانت ده لازم يبقى بوزيتيف علشان اقدر اعمل لك بروف.
هو دي مسألة بروف، مش انا قلت لك فوق هنا ان احنا في مسألة بروف؟ انا لو جيت هنا قلت لك بروف ده، هنيجي نحل كده هنوصل ان السي بزيرو. شكرا، خلاص. اسف، هي مش بزيرو، هي بزيرو او اقل من الزيرو. يعني الزيرو اكبر كمان، يعني هو بص هنا بيقول لك زيرو ايكوال اور بيجر ذان السي، يعني هو اكبر من لارجر ذان، اسف، لارجر ذان السي. حلو، فما ينفعش، فخلاص كده. طيب تعالى نعمل ده في الثيتا. هنا بقى الثيتا شوية فيها ليفت هاند سايد وفيها رايت هاند سايد، بس طالما في المراجعة برضو احنا وصلنا ان هي نوت بوزيتيف، فاظن ان هي ممكن تيجي في الامتحان بالشكل ده. انا مش متأكد طبعا، ولكن احنا هنحاول نحل اللي قدامنا وخلاص. عندي السي، بص عندي القانون كده طويل شوية. هاخد الارقام اللي طالعه لي هنا، هعوض بيها عادي جدا. السي دي جي اوف ان 1، السي 1 دي هحطها زي ما هي. الان هنا اهي، بص ان ايه، ان باور 3، هقوم حاطط هنا ان. تمام، وهاجي هنا، اسف انا فين، انا هاجي هنا اهو، احط السي 1، واجي هنا احط الان باور 3، واقوم المنظر اللي انا شايفه قدامي ده اهو، هو ده الاف ان، فاقوم واخده حاطه مكان الاف ان هنا، وهاخد السي التانية، واقوم حاطط ال n باور 3 اللي هنا دي اهي جنبها. تمام. هاجي في الليفت هاند سايد. يعني ايه ليفت هاند سايد؟ يعني انا هعمل، يعني هو المسألتين دول المسألة دي هي مزيج ما بين الاو والايه والاوميجا. فانا هاجي اعمل دي بطريقة الاو. تمام، وهاجي اقول هنا ان والله بص، طلع لي السي بالشكل ده، يعني المنظر انا هديفايد باي اكبر واحد. عشان بس حد هيجي يتلخبط هنا يقول لي ده ايه ده، بص انا عندي هنا ان وهنا مش، يا لهوي. اقول له بقى انت بتديفايد بايه، بالهنا. شايف اللي هنا، انا حتى فوق قلت لك انت بتعمل ديفايد بهنا، لقيت رقم مختلف هنا، ساين بتاع مختلف، برضو هنا هتعمل اللي جوه هنا. تمام. تمام. فهتيجي تقسمهم، هتلاقي ان ايه، ان دي راحت مع دي، ودي برضو هتودي دي، بس هتودي اتنين من هنا وهيتبقى تحت واحدة، وهنا هتودي واحدة منها وهيتبقى تحت اتنين، هتبقى ان باور 2 يعني انا اظن انت اكيد فاهم الماث بقى، فمش محتاجة يعني اشرح الحاجة دي بشكل ماثماتيكال. يبقى هنا ان باور 3 يعني. تمام. اتفقت معاك لما تشوف المنظر ده مقسوم على انات، هتعتبرهم مش موجودين بصفر، طبعا عشان هم بصفر. هنا دي بصفر، قلت لك ان هي لازم تبقى بوزيتيف، فساعتها اقول لك question is not proved، يبقى ده مش ترم مظبوط خالص. تمام كده. اتمنى الجزء ده يكون واضح. انا مش عارف يعني اشرح بشكل اكبر من كده، خلاص ان الوقت اتاخر، فالفيديو ده يا دوب على ما يترفع هيكون اصلا يعني ما اظنش حد هيلحق يتفرج، بس يعني ممكن اللي مش لامم الدنيا يلحق يلمه شويه. فمش عارف اشرح اكتر من كده، احنا اصلا الفيديو طويل جدا، بس اتمنى يعني الموضوع يبقى واضح شويه يعني.